زمالك يا دولة، جمهورك كله عتاولة ولاعيبتك كله عتاولة. أنا الأول، أنا البابا، أنا التوب. بص على الترتيب ولا بص شوف مكانك فين. يا تالت يا غني، مش شتيمة، ده غني فعلا، بس الفقير والعبد لله اللي معاه دعوات أمه ورضا ربنا سبحانه وتعالى يمشي على المية. رضا ربنا امشي على المية. طبعا الكلام ده على مين؟ على الأسطورة اللي عاوز حلقة لوحده، ناصر. ربنا بينصره. لا، ربنا بيتزق معاه. اخونا ناصر مدلعنا، مروق علينا. انت تالت وانا اول. لا، انا حاسس ان الدوري ضعيف بالنسبه لمستوى الزمالك. اربعه، اربعه يا باشا، يعني مفيش انا مش شايف مقارنه. انا محتاج فرق تقيله شويه. انا كده خلاص فاضل لي 5 ماتشات هكسبهم. هكسبهم على السريع على الخفافي كده، حاجات بسيطه، حاجات في الحبلص كده نكسب. أربعة يا باشا. المصري برضو مش فريق قليل، المصري فريق كبير، بس أنا باشا جامد. مش عارف، أنا جامد. أنا مش بصراحة بحاول يعني الفترة الجاية دي ما انزلش حلقات وما اتفرجش على ماتشات الزمالك. الزمالك بيكسب لوحده، الله أكبر، خد بالك. الزمالك سايق في دلاله ومدلع جمهوره، مش معكنن على جمهوره، واخد بالك. الناس اللي معاها فلوس كتير، الناس اللي بتقول لك الزمالك مستخسر فينا، يعني في اعلامي طلع قال لك الزمالك جاب طياره خاصه هو راجع من ماتش افريقيا. جاب طياره خاصه يا باشا، دي قسط صدقني. الطياره دي مشككين، احنا جايبين 6 تليفونات قسط وبايعينهم حارقينهم يعني، وجبنا الطياره عشان نرجع بيها. فانت بتبص لنا كمان في الطياره اللي جايبانا. يعني ده ايه الجحدان ده يا جدع؟ الناس بتقول الزمالك معاه فلوس، ده احنا عندنا 14 قضيه، ده فاضل قضيه وخلاص احنا وصلنا ريكورد. يعني مفيش فريق في العالم عليه 14 قضيه غير الزمالك. انت ايه يا ابني؟ يعني اعلامي اهلاوي قال لك انت ايه؟ يعني انت عايز مننا ايه بالله عليك؟ احنا معانا فلوس، امال انت معاك ايه ولا؟ ده انت معاك المال والبنون، فاضل لك وتقفل المسلسل على طول. ايه ده يا ابني؟ إيه يا ابني؟ بالراحه علينا احنا، يعني قول حاجه تتفهم. انت كده كده جمهورك مش فارقه معاه، هو بيقول اه وخلاص والدنيا حلوه معاه. انت لما تقول لهم الزمالك معاه فلوس هيصدقوك. يا نهار اسود، 14 قضيه، 14 قضيه هنقفلهم 15 واحنا ازاي معانا فلوس؟ طب بتاع الكاس ازاي معانا فلوس؟ ازاي انا معايا فلوس؟ سيبك منه، سيبك. احنا النهارده الاول. بص لا على الترتيب ولا خشوا على التشكيل بقى. خش يا باشا هتشوف التشكيل. شو كابتن معتمد؟ اعتمد النهارده على خطه سريه. اي نعم، اول 10 دقائق كنا رايحين في 60 داهيه، وبصراحه انا ما شفتش اي كوره في اول 10 دقائق خالص. كل لعيب بيلعب لوحده، تحس ان الملعب كبير عليهم شويه. بس تعال نشوف الخطه، تعال نشوف الفنيات، تعال نشوف الدلع، تعال نشوف تفاصيل في الديتيلز. خش معايا، صلي على النبي، سبسكرايب، تعال معايا. المهدي سليمان طبعا ريح صبحي، لان صبحي كرهنا في الكوره واحنا فاهمين طبعا الكابتن صبحي بيعمل ايه، ربنا يهديه. واخد بالك انت؟ الولد انتاج فايق، فايق كده، ظابط دقنه ومروق على حاله محدده، فالدنيا حلوه معاه. الحس خايف، بدات اخاف منه. حاسه بتيشيرت احمر، مش فاهم. يا رب ما يكونش يعني، يا رب. واخد بالك انت؟ اسماعيل كابتن سمعه، انت 5 دقايق تبقى جامد ويعني و5 دقايق تبقى مش جامد. انا مش فاهم برضه، يعني بتعمل حاجات غريبه وتاكلينج في حتت غريبه. هبدا اخاف منك زي صبحي، هبدا اخاف منك. ممكن تكونوا بتقعدوا مع بعض. تمام. خش على مين بقى؟ كابتن عمر. الناس اللي بتنتقد الكابتن عمر جابر، ما حلو كده بالرضا بصراحه. الراجل كتر باك يمين يا جماعه، باك يمين ده يعني حرت على الخط، حرت رايح جاي، فحلو. يمكن الكابتن حمو ابراهيم كان تعبان شويه، فنزل الكابتن عمر جابر كابتن برضه، فنحترم. زملكاوي، احترم برضه سن الراجل. خدمنا كتير، الكلام ده بيني وبينك، الراجل خدمنا كتير وعمل للزمالك كتير وضحى كتير. فاحنا برضه لما ينزل يلعب ماتش مش حلو نعديها له. خد بالك انت؟ نكمل. كابتن ربيع لسه بدل واد صغير، ربيع لسه محتاج برضه يستوي، محتاج شويه ايه، شويه بهارات كده، شويه حاجات كده يستوي برضه، محتاج يلعب كتير. برضه احنا ايه حاطينه مكان شحاته، فايه مش زي شحاته يعني بصراحه. توحه عامل يعني موسم عمره. الموسم ده الموسم هيفضل يفتكروا، ويعني يعني يصوروا فيديو ويبعتوا لعياله. توحه عامل موسم، بيلعب في كل حته، باك يمين، نص ملعب، مفيش يا باشا. هو بيلعب في اي مكان. عبد الله، مش عارف بصراحه كابتن عبد الله، انا مش عارف اقول لك ايه. انت بصراحه انا مش عارف انت متسنن ولا ايه. الله اكبر عليك برضه. حاسك ادائك اللهم صل على سيدنا محمد عالي، ولا عالي عالي عالي، ولا بجد، ولا انا حاسك ولا فرود. في الله اكبر عليك، ربنا يحفظك من عين اي حد، خاصه الناس اللي بتلبس تيشيرت احمر عينيهم وحشه وحشه قوي، ولا
بقول لك يا رب حظ 1% من الزمالك، خدته ولا خدت ال 1% ولا الكيف ده 1%؟ امال لو خدت كله ربنا مش عارف، مش احتمال. بقول لك 14 قضيه يا مسلم. خش على ناصر، لا سيب ناصر على جنب، ناصر ده حلقه ناصر دباغ. الولع عدي برضو ايه، من نص فرصه بيجيب لك لما بيبقى فايق، ولما تبقى صواريخ مكسره، واخد بالك الناس اللي هي الولد بيبقى نفسيته مرتاحه، فبينزل بيفجر الملعب. تمام. مين بقى؟ اخوان قلبنا، ابننا ده، انا من وجهه نظري ده ابن نادي الزمالك. ده انا من خلاص الراجل ده بالنسبه لي ابن نادي الزمالك. الواد ده تربيه 100 عقبه، ده ال 101 الله اكبر عليه. الولا يعني ما بيجيبش جون، باشا هو متفجر في الملعب، في قنبله في الملعب، معانا قنبله موقوته ممكن تفرقع في وش اي مدافع. الولا بيخش في المدافعين، بيخش في نص، وسع على انت وهو، ولا بيروق فاخوان قلبنا ما يمشيش. لان هو لو مشى يعني على الاقل ما يمشيش لحد نهايه الموسم، يعني سيبوه يدينا الدوري ويجيب لنا افريقيا، بعد كده ربنا يسهل بقى نبيعه ونسد اللي علينا، يا اما ناخد افريقيا. ده احنا يا نهار ابيض. تعرفوا الفرق ما بين الزمالك والاهلي؟ هديك تركاز صغيره هرجع تاني. اللي لعيبه الزمالك يعني بتلعب عشان تاخد فلوس، لعيبه الاهلي اوريدي واخده فلوس قبل ما تلعب. فده ان انت ايه، يمكن دي حاجه عاملها اداره الزمالك اللي هو بيعطش السوق، فهمت انت؟ خش بقى على مين بقى؟ على ناصر. الكرسي ده هيتكسر. ناصر، ناصر يا ابني والدتك بالله عليك اسمي حسن، تدعي لي بجوازه عشان الدنيا قلق اليومين دول، واخد بالك انت؟ يعني جوازه وشقه تروق عليا، والصحه والستر برضه، عشان الحاجات دي من غير ايه مفيش، هتبقى في الضياع خالص. ما انت لو معاك فلوس وعيان هتترمي في الزباله، فايه ركز شويه، فلوس صحه ستر دلع، روق علينا هم بالله عليكي. خديني جنب جناحك مع الكابتن ناصر، لان الكابتن ناصر بسم الله يعني الله اكبر عليه، من اي حته بيشوف بيجيب جول. ديب راح جاي شايطها، فديب راح الجون، قلت لا اله الا الله، ايه ده انا مكشوف عني بصراحه والله، قلت هيشوطها وراح جاي شايطها راشقها. فالكابتن ناصر ربنا يخلينا والدتك بما يرضي الله. بدايه المباراه زي ما انا كانت اللي هي تفاصيل بالديتيلز بقى، معايا تفاصيل كتير جدا برضو، معايا حته بتاعت عبد الله السعيد وبنتايج، دي مش فاهمها لحد دلوقتي. يعني بنتايج كوره فاول، فايه الكوره جايبه الكاميرا ونفخه عبد الله، واخد بالك انت؟ انا مستني بقى ايه، انا مع النفخه والله، انا مع النفخه بتاعت عبد الله، فمستني كده بقول هيشوط دلوقتي، هيشوط. ببص كده لقيتها كورنر، فانا مش فاهم طب هو ما شاطش، طب دي اعاده ولا في لاج في التلفزيون؟ اتاري بنتايج شاطها وجت في ايده الجون، وخبطت في العارضه وطلعت واتلعبت كورنر، ولسه الكاميرا جايباها في التصوير. تصوير ايه؟ التصوير بيجيب يعني مش فاهم. ما ملعب كبير، انا رحت برج العرب، ملعب اللهم صل على النبي 2 فدان. الكابتن معروف برضو، الكابتن معروف كان في رياكشنات انا مش فاهمها. كان اول ما يجري على الكوره يعمل كده ويعمل كده ويعمل كده، بعدين بيجي يكسب الكوره اللي ورا، يعني هو بيبقى طالع قدام وحاسب الكوره اللي ورا، في تلزيقات في التفاصيل انا مش فاهمها. بس هو كان مباراه جيده للكابتن معروف، وانا بحييه على جرأته، عشان الفتره دي فتره قلق. عشان ايه؟ تخيل يا مسلم، النادي الاهلي خايف عليك وعلى بيراميدز من التحكيم، فجايب لنا حكام اجانب. لا اله الا الله. انت عارف فيلم محمد سعد لما بص لها كده بالظبط؟ هو ده هي دي بالظبط. هو ده خايف عليا انا انت انا؟ لا اله الا الله. دي بطولات وحياة ربنا اللي بيحصل من الاهلي ده دي بطولة، ان هو يجيب لك يعني حكم اجنبي على حسابه. انت خايف؟ طب ما تكمل الباقي يا برنس. طلع قال لك لا انا بصرف عليك، وانت اصلا ما حدش قال لك تجيب لي اصلا انا مش عايز حاجه، انا باشا شغال بالمصري، انا معيش فلوس اصلا. ما انا لو معايا فلوس كنت سددت اللي عليا، اجيب حكام اجانب؟ هو فقر وعنطزه. حاجه اخيره، الفتره اللي جايه جمهور الزمالك الصفوه، عايزك تركز. ايه هي الحاجات اللي لازم تكون عندك عشان تشجع الزمالك؟ دي اساسيات يا جماعه. اول حاجه تامين صحي. تامين صحي لازم يكون عندك تامين صحي، لان الفتره اللي جايه دي فتره سواد، الخمس ماتشات اللي جايين دول سواد. اسمع مني، اسمع مني، سيبك من الهك، اسمع مني. تمام. معاش عشان لا قدر الله حصل لك حاجه. تمام. تحليل CBC دم شامل عشان نشوف عندك ايه، عشان ما تنفعلش قوي تروح مننا، واخد بالك؟ نكمل ايه تاني؟ تكون في البيت لوحدك، ماتش الزمالك تطلعها في اي حته، تقعد لوحدك ما تتفرجش على قهوه، اتفرج لوحدك. الماتش اللي جاي اسمع مني، الدنيا قلق، واخد بالك انت؟ ابعد عن اي حاجه في ايدك، انا كاتبهم والله، اي حاجه في ايدك ما تمسكهاش وانت تتفرج، عشان ما تروحش لطش دافع متروق التلفزيون بقى بالافات دلوقتي. تمام. ايه تاني؟
غرغره عشان صوتك هيتنبح كتير، هتقعد غرغر كتير عشان صوتك هيطلع كتير وهيتنبح كتير. نخش ايه تاني؟ تكون ايه بقى؟ بتفهم كوره. باشا احنا الصفوه، جمهورنا جمهور الصفوه، مش بمزاجي والله يا باشا، في منك كتير، انا في مني الدلع، واخد بالك؟ اخر حاجه بقى ايه؟ نجيب البتاع ده على جنب. جمهور البطوله، جمهور البطوله احنا، جمهور الزمالك جمهور البطوله، الجمهور اللي ورا فريقه، معاه فلوس معهوش فلوس عادي، بياخد بطوله ما بياخدش بطوله عادي. انا يعني مش قادر اقول لك انا ايه بصراحه، ده الدوري لازم يتسمى دوري جمهور الزمالك. بامانه والله يا جدعان، الجمهور ملحمه، ملحمه، لازم نقول على الجمهور ده كلام من هنا لحد بعد بكره، ولازم الاعلام يديله حقه، بس ما فيش منه الكلام ده. لو جمهور النادي التاني اللي هو اصلا ما بيقعش في مشاكل الربع اللي احنا بنقع فيها، كان زمانه دلوقتي اللهم صل على النبي طالع بيه السما، كان زمان اعظم جمهور في العالم، كان زمانه طالع ترند في العالم. بس احنا اعلامنا اعلام، الله ينور عليك بالظبط كده. بس ما ينفعش اقول عشان ما اتحذرش، عشان ما اتحبس، واخد بالك انت؟ نعمل ايه؟ سبسكرايب، لايك، دلع وروق على اخوك. سلام عليكم.